شيع المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية وجماهير النادي الإسماعيلي اليوم جنازة الحاج نعمان الوزير الشهير بكبير مشجعي الدراويش في مشهد جنائزي مهيب غلب عليه مشاعر الحزن والأسى عقب وفاته بعد مسيرة طويلة من العطاء في مدرجات الكرة المصرية. وخرجت الجنازة من مسجد المطافي وسط حضور واسع من محبي الرجل وأبناء المحافظة الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، مرددين هتافات النادي الإسماعيلي التي طالما ارتبطت بصوته في لفتة وفاء لمسيرة استثنائية في عشق الدراويش. وكان الراحل قد ارتبط اسمه لعقود بجماهير الإسماعيلي، حيث لم تغب رايته عن المدرجات، وظل حاضرا في كل المباريات داعما لفريقه في مختلف الظروف، ليصبح أحد أبرز رموز التشجيع في مصر ووجها مألوفا في الملاعب. وأكد عدد من المشيعين أن الحاج نعمان الوزير لم يكن مجرد مشجع، بل كان رمزا للانتماء والولاء، حيث عرف بروحه الرياضية العالية وتشجيعه الحضاري، ما أكسبه احترام الجميع داخل وخارج الوسط الرياضي في الإسماعيلية وخارجها.